عشان نعدي الظروف الاقتصادية الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها، لازم نظبط نفسيتنا. ما هو في علاقة جامدة ما بين الاقتصاد والماركتينج والنفسية. هقول لكم على حاجة اسمها الفومو. اهلا بيكم في كلام وسيم، ويا رب تكونوا بخير وسلام. للاسف الظروف الصعبه دي ما بقتش موجوده في مصر بس. انا عايش في امريكا. بقول لكم ان ممكن الاسعار حصل الحاجات الضروريه والسلع الضروريه ممكن زادت بنسبه 60%. انا دلوقتي زياره في المانيا، وانا عشت في المانيا اكتر من 10 سنين. زادت بطريقه، يعني حصل جامب رهيب مش ممكن. فالاسعار بقت حاجه تجنن. بتوع الماركتينج وبتوع الاقتصاد بيضغطوا علينا بحاجه اسمها الفومو، اللي هي او بيلعبوا على الحته دي فينا، يعني اللي هي الفير اوف ميسنج اوت. الفير اوف ميسنج اوت ان انت يا نهار ابيض الفرصه دي هتضيع مني. تدخل على امازون تلاقي يقول لك وان ايتم ليفت. تدخل على اي باي تلاقي يقول لك الكاونت داون مش عارف ناقص ساعه و20 ثانيه. تدخل على ايتم مثلا بتشتريه في اي حته اونلاين، يقول لك ان الريفيوز بتاعته 180 الف واحد اشتراه وبيقولوا ان ده كويس. آه، تروح مش عارف تقطع تيكت او تعمل حاجه، تبص تلاقي يقول لك ان ده ايرلي بيرد برايس ومش عارف حاجات. عمالين بيضغطوا بيضغطوا بيضغطوا. احنا بقى عشان كنا عايشين في الايام اللطيفه والايام الكويسه وممكن كان في دخل كويس، كنا عايشين حاجه اسمها الايكونومي اوف لاكجري او الايكونومي اوف مي تو. يعني انا الحاجه دي، انا شايف لا انا الايفون 12 ده ما ينفعنيش، انا عايز ايفون 14 برو ماكس. طب يا حبيبي بتعمل ايه بال 14 ماكس؟ ايه الفرق ما بينه وما بين ال 12؟ لا ما اصل هم مديني اوفر كويس. 80% من الحاجات اللي عندنا للأسف مش محتاجينها. طب ازاي بقى اتغلب على الفومو ده؟ انقل بطريقه بسيطه كده لحاجه اسمها الجومو او حاجه اسمها الرومو. الجومو اللي هو الجوي اوف ميسنج اوت. انا مش فارقه معايا، كبر دماغك. دي الايتم ده مش عارف ناقص له يوم ودلوقتي سعره بالنص، انا مش محتاجه. او الرومو اللي هو الرياليتي اوف ميسنج اوت، ان انا اريلايز ان انا مش ميسنج اوت ولا حاجه. يعني انا مش انا الحاجه دي اصلا مش محتاجها. وهو للاسف الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها دي لازم تخلينا ندخل في الحته دي. طب الحل ايه؟ الحل في فرنسا. في واحد فيلسوف فرنسي اسمه مونتسكيو. الراجل ده قال حاجة مهمة جدا. قال إن الواحد ممكن لو عايز يحس بالسعادة هيحس بيها بطريقة سهلة جدا، لكن المشكلة إن إحنا مش عايزين نحس بالسعادة، إحنا عايزين نحس إن إحنا أسعد من الناس التانية. فاكرين إن الناس التانية أسعد مننا، فإحنا بقى في كومبيتيشن، عايزين نبقى أسعد منهم. فالحل في القناعة. إن إزاي أبقى كونتنت، ازاي ابقى راضي بالحاجه اللي عندي، ازاي ابقى مبسوط بالحاجه اللي عندي. مش عمال داير في دماغي وفي قلبي ان انا عايز ابقى ازاي فلان جاب وانا ما جبتش، ازاي فلان عنده وانا ما عنديش. هو دي مصدر الحل اللي هو اللي بيجي من جوه بقى، بيجي من الويز ان هو الواحد من جواه يبقى حاسس بالقناعه. اشوفكم في فيديوهات تانية، استنونا.